السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم بنات، الله كامل تكونوا بخير. لا فيديو تاع اليوم هو المعقودة الجزائرية الأصيلة بجميع تفاصيلها وبجميع أسرار نجاحها. نتحداك إذا تفتحت لك حبة في المقلة تجيك من أروع ما يكون. ما تنسوش برك تصلوا وتسلموا على خير خلق الله، وما تنسوش بيان سور خلوا لي ابوني للقناة وجيم هكا شابة وتعليق شباب كيما نتوما. ونبداو بسم الله على بركة الله في الوصفة تاعنا. اولا عندي 3 حبات تاع بطاطا، كنت قسمتهم على زوج بهم القشور تاعهم، يعني غسلوا برك البطاطا تاعكم مليح وحطوها تتغلى. هنا بعد ما تتغلى بيان سور كنت تكونوا درتوا لها الملح. بعد ما تتغلى رايحين نقشروها بهذه الطريقه. هنا البنات البطاطا تاعكم راح تجي ناشفه وما ترفد لكمش كامل الماء، يعني احسن من انكم تقشروها وتروحوا تغليوها راح ترفد لكم بزاف الماء وراح تتحل لكم البطاطا تاعكم. هنا درتها في ريسيبيون وراح نحكمها بالفرشيطه ولا بريس باتات ونعبزها، يعني هكا نرحيها مليح مليح يا البنات حتى تتحصلوا على لا بيوري بهذه الطريقه. من بعد نضيفوا لها شويه تاع معدنوس مقطع مع زوج فصوص صغار تاع الثوم. هنا اللي عندها فص كبير دير غير فص واحد. وهنا درت شويه تاع كركم لكن بان لي بلي حاجه قليله، من بعد راح نزيد لها وشويه تاع فلفل اسود ورشه تاع الكمون. وهنا عندي بيضه واحده. هنا البنات اللي دارت كميه وما عرفتش، يعني ماذا بيك ديري البيض في يعني في طبسي ولا وضربيه مليح وبدا يضيفيه غير بالعقل حتى تتحصلي على عجينه، يعني ماشي من الاول تكتري البيض وبالك تجيك شويه جاريه وتبقاي تسناي فيها حتى تتلم. هنا بعد ما ندلكوها مليح مليح البنات، هنا كما قلت لكم بانت لي شويه ناقصه كركم، وانا حبيت اللون تاعها يجي باللون الاصفر، يعني الداخل يجي بصفوريه. هنا اللي حابه تدير زعفران ممكن نضيفوا لها زعفران، انا ضفت لها الكركم. وهنا البنات بعد ما دخلتها للثلاجة حوالي ساعة حتى لساعتين حتى تبرد تماما البطاطا تاعنا باش نجيو نخدموها بهذه الطريقة، يعني ونديروها خبيزات. شوفوا لي هنا البنات عندي سنيوة تاعي كنت رشيتها مليح بالفارينة، راح نخدم الخبيزات تاعي ونحطهم فوق السنيوة بهذه الطريقه. سقموا لها مليح الحواف ما تخليوهمش مشقين، باسكو اذا تشقوا لكم اكيد راح تشرب الزيت في المقله وتتفتح لك الحبه تاعك. هكا البنات راح نكملوا كامل الحبات تاعنا بهذه الطريقه. من بعد نجيبوا الحبات تاعنا ونرمدوهم بهذه الطريقه في الفارينه. هنا البنات ما راح تزيدوا ترمدوهم ني في بيض ني والو، سي بون رانا ديجا لميناهم بالبيض، غير هكا نرمدوهم مليح في الفارينه، يعني نديروهم طبقه مليحه لانه بعد ما تحطوهم راحين ينشفوا، راح يشربوا لكم كامل هذيك الفارينه. بلا ما تنساو البنات الحواف تاعكم لازم يكونوا مرمدين مليح بهذه الطريقه. وهنا البنات بعد ما نكونوا سخنا الزيت تاعنا مليح مليح، ارميو غير فتاته كيما هكا باش تعرفوا اسكو الزيت تاعكم سخنت ولا لا. من بعد راح نبدا ندير الحبات تاعي، يعني المعقوده تاعي راح نقليها في الزيت سخون بيان سور، ما تخليوش الزيت يكون سخون بزاف راح يحرقها لكم، وفي نفس الوقت ما تكونوش منقصين له بزاف باسكو راح ترفد لكم الزيت وتشرب لكم بزاف الزيت. هكا البنات. وهنا البنات راح نحكم معلقه ولا مغرفه وراح نبدا نرمي عليها في الزيت هكا بهذه الطريقه باش حتى من الفوق تحكم روحها وما تتحللناش في الزيت. وهنا بعد ما تحمرت المعقوده تاعنا من تحتها راح نقلبوها هكا ونحمروها على الجهه الثانيه. البنات خليوها تحمر مليح مليح باسكو حلاوه المعقوده كي تجي حمراء تجي تسخف ما شاء الله. وهنا بعد ما طابت نجيب البانس تاعي ونحيها ونحطوها في طبسي يكون كيما هكا فيه بابي سويتو باش يشرب لنا كامل الزيت اللي زياده في المعقوده وتجي من اروع ما يكون. وهذه هي النتيجة تاع المعقودة تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت رضاكم. شوفوا لي البنات تسخف ما شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في ربحتيكم، نحبكم بزاف البنات، ما تنساوش جيم وابوني وتعليق شباب كيما نتوما، وسلام.